نتمنى تكون يعني يعني الديبي كاع يعني تعمل عن الجمهور المغربي كله. نقولوا لنا الرياضه بحال كنشوفوها في البطولات التجديديه ولا الالمانيه ولا الفرنسيه وكل البطولات الاوروبيه، واخا فرق كيختار كتلقى الجمهور كيشجعوا لانه بيناتهم هنا. اظن بانه لي فاكتور اللي كيكونوا العائليه ملي كيشوفوا بحال هكا كيزيدوا يتحمسوا اكثر باش يزيدوا يعقلوا اكثر لان كيعرفوا الجمهور كيحبهم، وهذا تفاعل جيد جدا اصبح ما بين الجمهور المنافسين وبين اللاعبين الفريق المنافس وكل من يكون الفريق المنافس. فهذه ظاهره جيده، وحنا ربحنا في هذه الكره وفي هذا الشيء وما حبت الناس اللي ما حبتش الجمهور ولا تقاس به كمان. واظن بانه هذا شيء نعتزوا به في مدينه فاس. ثانيا بالنسبه لتعازينا الاسره ديال الفقيد حمزه اظن بانه هما كل سيد بانه قادم بحال واحد من المجموع ديالي يعني غرغروا ماشي ناخذ منهم التعازي، ولكن ماشي ما كلشي قدم منهم التعازي، ولكن حنا نديروا واجب فادينهم وعرضت عليهم باش يجيب المباراه اللي غتكون عندها تصويت اضواء كبيره جدا من ناحيه الاعلاميه باش نبينوا ويولي كما كان البوليزيدي على اثر كانت الثوره هذا يكون هذا هو اللي تكون الثوره باش الجمهور ما يبقاش مشارك، الجمهور يولي هذا هو النداء اللي وصلت لهم وتبادلت معهم يعني الهاتف باش نعرض عليهم ان شاء الله يجيبوا في المباراه ديال الزمالك، وبغيت يكون كنموذج وكمثل اللي نقتدوا به كما قلت في المستقبل باش هذا. فيما يخص عبد المنعم بن حياك هو الاخر السؤال الاخر. عبد المنعم بن رابح اظن بانه اذا كان ما كانش كيدخل هذا السبب هو انه كان عنيد شيئا ما فوق ما في هذا كيمشي كيدير واحد التصرف انه كيغادر ما كيواجهش، وكان كيواجه عمره ما كيوصل للمشكل ولكن كان كيغادر. ولكن كتعرف التعامل مع اللاعبين ممكن نمشي معنا واللي كيعرفوني ما عمرني اللاعبين كما كنقول دائما كنقدر نقول ولكن ما كنقدرش، ما عمرني ما نقدر يعني نقضي بصفه نهائيه على المستقبل ديالي، بالعكس لا كنت المساعده ملي شفت عندنا بالعكس غير التصرفات ديالو بديت لي المساعده. واحسن شيء هو ندخل في المباراه ديالو باش نقولوا عليه النفس ديالو، واكيد ملي غادي يرجع لانك دائما كيكون العفو الله سبحانه وتعالى كيغفر هذا، فما بالكم بالله في طبعا الشغل اللي كتجي شي مناسبات كيعيش فهو خاص مغارمه، هي كاينه غرامه يعني، ولكن الا بديت التصرفات ديالو بقى كيدخل اكيد غادي يخفوا ليه المغارمه ويخفوا ليه من هذا باش حتى هو لانه مازال صغير وخصنا نعاونوه لمستقبل الكره ان شاء الله.